السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تساعد الأم طفلها على الانتقال من شرب الحليب بالقنينة إلى الكوب؟ الخميس 17 نوفمبر 2022. نصائح لانتقال شرب الأطفال للحليب بالكوب. متى يجب التخلص من قنينة الرضاعة؟ تلجأ الكثير من الأمهات لتقديم الحليب للأطفال باستخدام قنينة الرضاعة المخصصة لشرب الحليب لدى الأطفال، وتأتي تلك الخطوة بعد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية والتحول للصناعية باستخدام القنينة. وبعد فترة من تقديم الحليب بالقنينة تبدأ الأمهات بالبحث عن فكرة وطريقة صحيحة لتقديم الحليب للأطفال بالكوب بدل من القنينة، وهذا ليبدأ بالاعتياد على شرب الحليب والسوائل باستخدام الكوب. ولهذا سنقدم نصائح عامة للأمهات تساعدهن في تقديم الحليب لأطفالهن باستخدام الكوب المناسب، ومخاطر استخدام القنينة لفترة طويلة. مخاطر استخدام قنينة الرضاعة لفترة طويلة: يتسبب الاستخدام المطول لقنينة الرضاعة في تسويس الأسنان، ولذلك ينصح بالبدء في تقديم أكواب الشرب للطفل ما بين 6 إلى 9 شهور بهدف إبعاد الزجاجات تماما ما بين 12 شهرا إلى 18 شهرا. تسوس الأسنان وانحرافها، سوء التغذية، بدانة والإفراط في الأكل، عدوى الأذن. نصائح سهلة لنجاح الانتقال من القنية للكوب. تقديم الكوب مبكرا: ابدأي بفوهة السيليكون في الأكواب. تتميز فوهة السيليكون بملمسها المرن المألوف لدى الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة، لذلك سيسهل انتقالك للكوب. قومي بعملية التغيير فورا. حاولي التخلص من الزجاجة إلا في وقت النوم، فقد يكون الأمر صعبا على الطفل وعليك. اعطيه عصيرا إلى جانب الماء. إذا واصلت إعطاء طفلك الماء فقد يصبح الأمر مملا وعديم الطعم أثناء تقديم الكوب. املئيه بالعصير المخفف، ويمكنك فرك القليل من العصير الحلو على الفواحة حتى يتمكن من تذوق حلاوة، وبمجرد أن يعتاد على ذلك يمكنك العودة إلى تقديم الماء فقط مع وجبات الطعام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.